هناك في تعريف بسيط اتفق لنا في أول تعليمنا عندما كنا في المدارس الابتدائية، تعريف للنبوة وتعريف للرسالة. التعريف يقول أن النبي رجل من البشر أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول رجل من البشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. التعريفين بسيطين وجميلين، لكن يبدو لي أنه بيحصل فهم خطأ منهم في أذهان الناس، وده نحن وجهنا به. الفهم الخطأ وأنه النبي عندما أمر بأن يبلغ الرسالة، النبي عندما أصبح رسول بيقوم في وهمنا أنه أمر بأن يبلغ شريعة نبوته، يعني كل ما أوحي له مما أصبح به نبي عندما يكون رسول بيؤمر أن يبلغه. ولذلك في بعض الناس إذا قلنا أنه النبي بلغ جزء من ما أمر به اللي هو ما يناسب الرسالة، يقولوا إذا حصل ده يكون ده كتمان. الحق غير كده. الحق أن النبي ما أمر أن يبلغ كل ما علم هو، وإنما أمر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. وده ورد في حديثه: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. وفي حديث يرد من أحاديث المعراج يقول: ليلة عري بي رأيت ربي في صورة شاب أمرد، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: أنت ربي أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى شعرت ببردها بين ثديي، فعلمت علم الأولين والآخرين، وأعطيت 3 علوم: فعلما أمرت بتبليغه، وعلما خيرت في تبليغه، وعلما نهيت عن تبليغه إذا علم أنه لا يطيقه غيري. فأما العلم الذي أمر بتبليغه فهو علم الرسالة، وهو شرح وتبيين والتشريع في مستوى طاقة الأمة وحاجتها، ويشمل علم الرسالة تبليغ القرآن المقروء كله، ولكن لا يشمل من تبيينه إلا ما تطيق عقول الناس. وأما العلم الذي خير في تبليغه فهو علم النبوة، هو السنة التي تحدثنا عنها قبل قليل. فعلم النبوة قد يحدث بطرف منه بعض أصحابه، أبو بكر مثلا، ما لا يحدث به عمر، حسب ما يرى من تفاوت الكفاءة والأهلية بين الرجلين. وظاهر القرآن أيضا قد يسوق في اتجاه الوهم ده، في أنه النبي مأمور بأن يبلغ كل ما علم، لكن الحقيقة تعمق بسيط يعطي غير النظرة دي. ظاهر القرآن مثلا آية مثل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
إن الله لا يهدي القوم الكافرين. آية مثل هذه الآية قد يأخذ منها الإنسان أن الرسول مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه، والنص ظاهر. مثلا البيضاوي يقول ظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل، ولعل المراد به تبليغ ما تتعلق به مصالح العباد، وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه. بعدين يقول فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه. فالبيضاوي عنده أن ظاهر النص بيوجب التبليغ كله، لكن هو علمه دلاه على أنه الأمر غير ذلك، لأنه بعض الأسرار الإلهية يحرم إفشاؤه حسب تعبير البيضاوي. ويقول ظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل. والحقيقة الظاهر ده له وضعه في الباطن برضه، لأنه كل ما أنزل من القرآن المقروء يدخل في الرسالة ويجب تبليغه، وعدم تبليغ أي جزء منه يعتبر كتمان، وده الرسول معصوم عنه، الرسول معصوم عن الكتمان. لكن نحن ما بنعرف الكتمان هو حدوده شنو. فالنقطة اللي أنا عايزة تكون واضحة هي أنه القرآن المقروء بين دفتي المصحف كما موجود الآن هو ما أنزل على النبي وما أمر بتبليغه، ولم يكتم منه شيء. لكن تفسير القرآن وتبيينه لا يدخل في موضوع الرسالة، وإنما يدخل في موضوع الرسالة منه ما تطيق عقول الناس. ده يمشي في اتجاه أن يتبين لنا بصورة واضحة أن علوم النبي كبيرة جدا، وأنها لا تدخل في أمر الرسالة بالتبليغ، ولا يدخل منها في أمر الرسالة بالتبليغ إلا جزء يسير جدا. ثم أن علم النبي على عظمته على سعته بالنسبة لعلم القرآن لا شيء، لأن علم القرآن هو علم الله المطلق. القرآن هو ذات الله القديمة، ولا يعرف ذات الله إلا الله، ولا يعرف القرآن إلا الله. والنبي قد علم منه شيء كثير جدا بالنسبة لعلم البشر، ولكنه بالنسبة لعلم الله لا شيء. والحقيقة وارد فيه حديث قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ولعلمتم العلم الذي لا جهل بعده وما علم ذلك أحد. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا. قالوا ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شيء. قال إن الله أجل وأخطر من أن يحيط بما عنده أحد. فالأمر هو بهذه الصورة، وكأنه تبين القرآن النبي لا يطيقه، وما عند النبي الأمة لا تطيقه. والفرق بين الأمة وبين النبي بين ما يطيق النبي من الفهم ومن التكليف وما تطيق الأمة من الفهم ومن التكليف هو الفرق بين السنة والشريعة. العلم الثالث اللي ورد في حديث المعراج هو علم الولاية، وده العلم اللي قال نهي عن تبليغه، وقال لأن الله قد علم أنه لا يطيقه غيري. وفي علم النبوة ومقام في علم الولاية ومقام الولاية ورد حديثه في قوله لي ساعة مع الله لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وده واضح بطبيعة الحال أنه عندما وقف جبريل
عند سدرة المنتهى وقال له النبي الكريم تقدم، هذا مقام يترك فيه الخليل خليله، قال هذا مقامي ولو تقدمت خطوة لاحترق. فسار النبي في أنوار الذات إلى أن تم الشهود الذاتي، وكان جبريل غايب عنه لأنه لا يطيق، وورد فيه الأمر في القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ورد فيه الحديث الذي قال فيه نبينا رأيت ربي ليلة عرج بي رأيت ربي، وسبقت الإشارة إليه، والحديث اللي ورد فيه من العلوم الثلاثة. فالعلم الثالث هو علم الولاية، ونبينا مثلث المقامات، هو نبي وهو رسول وهو ولي. ولايته أكبر من نبوته. نبوته عندما استحصدت وقويت أرسل بالمقدرة التي اكتسبها من النبوة ليكون رسول ليستطيع أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. والحقيقة دي ما حقها يكون فيها إشكال، لأنه في الحياة المعاشة نحن بنمارسها بنشوفها. نحن بنضرب مثلا بالموضوع ده لتوضيحه، أن نحن نعد المعلم في كلية التربية في جامعة الخرطوم مثلا، بعد المرحلة الثانوية يدخل في مرحلة جامعية ينفق فيها 4 سنين من التحصيل. بعد ما يخرج بدرجته اللي بيخرج بها من كلية التربية بيصير معلم ثانوي عالي، بيعلم الأولاد الجايين من الثانوي العام في لسنة أولى ثانوي عالي المقررات المفروضة عليهم. لا يمكن أن ننتظر نحن من المعلم الذي أعديناه نحن في المرحلة الجامعية في كلية التربية 4 سنين بعد الثانوي العالي أن يحدث التلميذ بتاع الثانوي العالي في سنة أولى بكل ما علم. فإذا فعل ده مؤكد بيكون معلم فاشل. فنحن يمكن أن نشوف الشبه بين إعداد النبوة ووظيفة الرسالة زي إعدادنا للمعلم وظيفة أنه يشتغل معلم للطلبة في الثانوي العالي في سنة أولى ثانوي عالي. المفروض فيه أنه بإعدادنا له هذا الإعداد العالي أن تكون عنده المقدرة على تفهيم هذا الطالب الناشئ الصغير. فالأنبياء أعدوا في مدارس النبوة ليكونوا رسل ليبسطوا للناس الحقائق وليكلمون على قدر عقولهم. وده الحديث اللي أوردناه قبل كده، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. فالمثل ده يمكن أن يوضح للناس أنه في فرق كبير جدا بين تكليف النبي، بين سنة النبي وبين شريعة النبي. شريعة الرسول أقصد، شريعته هي تنزل من نبوته. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، معناها أن نشرع لهم فيما يطيقون.